اول نص ساعه بعد الاكل بتقول كتير قوي عن صحتك ككل. يعني مثلا لو بعد نص ساعه من الاكل سكرك بيوطى، تلاقي نفسك مش مركز، مشوش وجعان وبتفكر تاكل حاجه حلوه، ده معناه انك انت عندك حاجه اسمها شوجر كرايسيس، يعني السكر بيعلى قوي وينزل قوي، حلزونه السكر، ودي مقاومه انسولين. لو بتحس انك انت عايز تنام وكأن حد شد الفيشه، بالاغلب عندك ارهاق في الغده الكظريه. لو حسيت بتكريع واصوات كده، يبقى انت حمض المعده عندك ضعيف. لو جالك انتفاخات، يبقى انت انزيمات الهضم عندك مش بخير. لو حسيت انك محتاج تروح الحمام فجأة، احتمال كبير جدا يكون عندك ديسبيوزز او عدم توازن في البكتيريا. لو حسيت انه في زي كرامبات كده في الجهاز الهضمي وبطنك اتنفخت قوي، بالذات فوق السره upper abdomen، النص الفوقاني من البطن، يبقى انت عندك سيبو يا جميل في الاغلب. فانتبه كويس قوي قوي للاعراض اللي بتيجي نص ساعه لساعه بعد الاكل، انها تقول الكثير والكثير عن صحتك.